أهلا بكم يا غاليين في حلقة جديدة من حلقات بودكاست تاج. احنا عايشين الفترة دي دلوقتي في أعظم أيام الدنيا، العشرة الأوائل من ذي الحجة، الأيام اللي ربنا أقسم بيها، والأيام اللي العبادة والذكر فيها ليهم طعم وتأثير تاني خالص على روحنا وبيوتنا وحياتنا اليومية. وأول ما بنقول العشرة الأوائل من ذي الحجة يعني صيام. أول حاجة بتخطر في بالنا من العبادات هي الصيام. وطبعا ما ننساش اهم حاجة احياء التكبير والتهليل. اول حاجة هنتكلم فيها النهاردة هي الصيام. وعشان العشرة دول قليلة فلازم ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا، ان ما نكدسش علينا الاعباء اليومية وشغل البيت وتنظيف وترتيب وعبادات. اهم حاجة نركز فيها العبادات، واول عبادة معانا النهاردة هي الصيام. الصيام ده يا جماعة مش عبارة عن عبادة أو فرض علينا، ربنا فرض علينا، لأن هو فرض علينا الصيام في أيام شهر رمضان. ولكن العبادة بتاعت الأيام دي من شهر ذي الحجة بتعتبر عبادة مختلفة شوية. احنا هنعتبر الصيام المرة دي تطهير للجسد، هو اصلا اوريدي كده. الصيام ده تطهير للجسد وللروح. وطبعا ما ننساش فضل الصيام في الايام دي بالذات. الايام دي مش مجرد بس عبادة بتقربنا او بنقرب بيها لربنا، دي كمان ليها تأثير سحري وايجابي جدا على جسمنا. لان الصيام بيعمل زي اعادة ضبط مصنع لجسمك، وبيعمل ديتوكس لجسمك كله، بيريح الجهاز الهضمي، بيساعد الجسم التخلص من السموم المتراكمة، وبيزود التركيز، بيخليكي جسمك مرتاح. لما جسمك بيبقى خفيف ومرتاح، روحك كمان بتسترخى وبتكون نفسيتك اهدى. بتلاقي عندك طاقة وقدرة انك تقدري تتحملي اكبر جزء كبير من عمل بيتك، وحتى لو في مشقة، لانك عاملة العبادة دي عن حب. بتخليكي تشتغلي في بيتك بذهن صافي. الصيام يا جماعة محرقة للدهون. والله والله العظيم الصيام ده محرقة للدهون. لو ركزتوا كويس قوي في بعض الكلام اللي الدكاترة بتقوله عن الصيام، وكمان مستند بيه من القرآن والسنة، صوموا تصحوا. النقطة التانية بقى إحياء التكبير والتهليل. في الأيام دي السكينة والاسترخاء الحقيقي بيبدأوا من قاعدة التكبير والتهليل. يعني لساننا طول الوقت ما يبقاش فيه لغط ولا اي كلام غير في التكبير، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. التكبير والتهليل في البيت، وانت بتطبخي وانت بتروقي وانت بتصحي اولادك وانت بتعملي اي حاجه، اي نشاط بتعمليه في بيتك، وانت بتغسلي مواعينك وانت بترتبي دولابك، اي شغل بيت بتعمليه، حاولي دايما يكون على لسانك التكبير والتهليل. التكبير والتهليل بيملى البيت بركة وبيطرد الشياطين، وهيخليكي دايما تحسي ان كل دوشة الدنيا وكل الهموم اللي موجودة في حياتك والمسؤوليات صغرت عليكي، مش حجمها كبير. لان كلمة الله اكبر هي اكبر من كل شيء، دي قاعدة اللي بننطلق منها لباقي عباداتنا اليومية. العبادات اليومية روتين للروح وللأيام المباركة، دي أساس لازم نأسس يومنا عليها. لو بدأت يومك دايما بالتكبير والتهليل في الأيام دي، بتلاقي باقي العبادات اليومية بقت سهلة جدا وليها طعم جميل كده، طعم رايق. التسبيح والتحميد مكملين مع التهليل. لما بتقولي سبحان الله وبحمده، انت بتغسلي قلبك من كل الضغوط بتاعة اليوم. خلي لسانك رطب بذكر الله. وانت بتعملي مهامك في البيت كده هتلاقي الشغل خفيف وبقى سريع والوقت فيه بركة وربنا مبارك فيه والوقت بيعدي بسرعة. الاستغفار في الايام دي بالذات هو مفتاح تفريج الكروب. لو حاسه بضغط او عصبيه على اولادك ودايما انت مضغوطه في البيت، لو استغفرتي ربنا وكملتي باقي العبادات بنفس التسلسل ده، صدقيني انت هترتاحي. لان الاستغفار بيهدي النفوس وبيجيب الروقان، يعني بيخلي دماغك مرتاحه. خلي بقى دعائك بقى، الدعاء ده له يعني سحر، هو خليه سلاحك السري. في العشرة من ذي الحجة الدعاء فيه مستجاب وله مكانة خاصة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. مش لازم تدعي بصيغة معقدة وتقعدي تدوري على لهجة تتكلمي بيها، لا، ادعي بلهجتك البسيطة. وانت بتشربي شاي، بتشربي قهوة الصبح، وانت قايمة من النوم، وانت قاعدة على سجادة الصلاة، خلاص ختمتي مثلا اي فرض من فروض يومك، ادعي. لازم يبقى في مناجاة ما بينك وما بين ربنا. وانت قايمه بتشوفي طلبات بيتك، بتدعي لاولادك وبتقولي يا رب اهدي اولادي، يا رب احفظ سر بيتي، يا رب بارك لي في ولادي وبارك لي في رزقي.
هتلاقي نفسك مسترخية ومطمئنة كده، وفي حاجة كده جديدة داخلة روحك لو التزمتي بالعبادات دي. واكيد طبعا من ضمن العبادات المهمة في حياتنا اللي المفروض بتبقى يومية مش في العشرة دول بس، هو قراءة القرآن. ما ننساش نعمل لنا ورد يومي، مش هنقسى على نفسنا في القراءة. الكيف يا جماعة في قراءة القرآن أهم من الكم، يعني ما اضغطش نفسي وأقرأ في اليوم 5 أجزاء و10 أجزاء عشان أختم في الأيام دي. تقدري ببساطة وبحاجة بسيطة جدا تجدولي يومك في العبادة دي بالذات في قراءة القرآن. ممكن تبدأي، ممكن تقرأي ال5 أجزاء، ولكن في ناس بتقرأها قراءة تلاوة عادية جدا. وما ننساش ان النظر في القرآن عبادة، مجرد النظر فيه عبادة. فهنحاول نرتب يومنا او نخلي وقت معين لقراءة القرآن. رتبي يومك زي ما تحبي، بعد مثلا صلاة الفجر او بعد الظهر هتقرأي، بعد كل وقت في اليوم هتقرأي جزء او هتقرأي اقل، دي حاجة ترجع لك انت وخاصة بوقتك وبيومك ازاي هتمشيه. نيجي بقى لتاني حاجة، احنا خلاص خلصنا ركن العبادات، هنتكلم عن المعاملات الاجتماعية. المعاملات الاجتماعية دي أعظم القربات في العشرة الأوائل من ذي الحجة. لما تكوني انت مسترخية وذكية كده وعارفة ان العبادة مش بس سجادة صلاة وسبحة، العبادة كمان هي فيها أخلاقيات ومعاملات في الأيام المفترجة دي، لأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي وقت تاني. جبر الخواطر والكلمة الطيبة أبسط حاجة تقدري تتعاملي بيها مع الناس. كلمة طيبة وكلمة حلوة تقدري تقوليها لأي حد تدخلي على قلبه السرور. حتى لو في حد انت ما كنتيش مثلا بتتعاملي معاه يوميا، حاولي تبتسمي في وشه وتقولي له مجرد حتى صباح الخير، دي كفاية قوي. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. ضحكتك في وش جوزك وولادك كل يوم لما بتقومي من النوم الصبح، دي بتبقى حاجة جميلة جدا وبتبقى جبر الخواطر وبتسيب طابع خاص كده وبتسيب أثر في النفسية. وطولي بالك شوية، يعني خلي دايما يكون عندك طولة بال على أولادك، وهم مثلا بيزنوا، هم بيزعقوا، هم بيتخانقوا، هم مثلا بيدوروا على حاجة مش لاقيينها ومتنرفزين، لو هم مثلا بيذاكروا وضاغطينك ومش بيسمعوا الكلام. هتحسي دايما لما تطولي بالك عليهم ويكون دايما على لسانك الهدايه، صدقيني انت هتحسي احساس تاني خالص، واحتسبي خدمتك لبيتك كعمل صالح. دي عبادة عظيمة جدا بترفع الدرجات وبتجيب لك السلام النفسي الداخلي. لما بتحسي انك بتعملي حاجة بحب، الايام دي بتكون سهلة عليكي جدا، وبالتالي يعني هينطبق عليها بقية الايام. انا بتكلم بس على اساس ان احنا في العشرة دول هنحاول نبدأ بداية جديدة لحياتنا وسلامنا النفسي. الايام دي ايام تصافح وتسامح، فصفي قلبك من اي زعل او اي شحنات تجاه اي حد، سواء قرايب او جيران او اصدقاء او اي معارف تعرفيهم. التسامح بيشيل حمل تقيل جدا من على كتافك وبيخليكي مسترخية بجد. وما ننساش برضو ان احنا لازم نخلي عندنا حدود ذكية عشان تحافظي على روقانك وقدرتك على العبادة والذكر. حطي حدود ذكية تحميكي من القيل والقال والدوشة اللي بتسحب طاقتك وبتضيع عليكي فضل هذه الايام. يا جماعة عايزة أقول لكم، العشرة ذي الحجة دي فرصة لا تعوض، لا تقدر بثمن، مش بتيجي غير مرة واحدة في السنة. خلي بيتك يتنفس بالتكبير والتهليل، وخلي قلبك دايما موصول بالله وبذكر الله والمعاملة الطيبة. ودايما تشحني طاقتك وهدوءك بذكر الله وبالاستغفار وبالتهليل والتكبير، والعبادات البسيطة دي بتغير مودك خالص. هتخرجي من الايام دي وانت واخده كميه طاقه ايجابيه وهدوء، هتاخديهم من الايام دي بطريقه لا توصف، هتكفيكي السنه كلها. استعينوا بالله واستمروا في العباده وفي الذكر وفي التهليل. انا حاولت وحبيت ان انا اوصل لكم حاجات بسيطه تقدري تمشي عليها اقل القليل في العبادات. اشوفكم في الحلقه الجايه على خير، ودمتم دايما مسترخيين وطائعين ومجبورين الخواطر ان شاء الله. ما تنسوش تقولي لي في الكومنتات ايه اكتر ذكر بتحسوا انه بيطمن قلوبكم في الايام دي. وكل عام وانتم بخير. اتمنى حلقة النهاردة تنال اعجاب الجميع، ويا ريت لو الحلقة عجبتك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من حلقات بودكاست تاج. وشير الحلقة بتاعت النهاردة لصاحبتك اللي محتاجة تسمع الكلام ده.